امم ده يا صديقي اللي اسمها شواهد القبر. شواهد القبر. طبعا شواهد القبر دي لها اشكال كتير أوي، ده من ضمنها لمقابر سيدة او لسيديتا، 2 سيدات. ده اللي اسمه شاهد القبر، ده اللي ينطق عليه شاهد القبر، مش حجرة او شافاية او طوبة او معرفش ايه يقول لك شاهد القبر. شاهد القبر ليه اشكال كتير قوي، عرضتها لك قبل كده، هعرضها لك لسه تاني. ده اللي اسمه شاهد القبر، وده بيبقى ممكن لكاهن، لسيدة، لرجل، لفارس، لملك، للكلام ده كله. شاهد القبر كتير، ودي دلالة على العصر الروماني. شاهد القبر ده مستخدم من العصر الروماني تحديدا، وده لمقبرة سيدة أو لسيدتان. تمام. ده بالنسبة لشواهد القبر، عشان محدش يجي يقول لك أصل حجر الصوان من ضمن الشواهد القبر، أصل الشقفاء مش عارف إيه ده من ضمن شواهد القبر، أصل مش عارف كذا اسمه شاهد قبر، أصل طوبتين لبن، طوب لبن ولقيتها في الأرض الرملية تبقى شاهد قبر. شاهد القبر أهو من العصر الروماني، تم استخدامه من العصر الروماني والعصر البطلمي كمان. تمام. استخدموا شواهد القبر، وده اللي قدام حضرتك. غير كده مفيش حاجة اسمها شاهد القبر غير ده، أحمد سفاري، وده صفحة زي الإشارات ما بتقول.